في مشكلة أكيد واجهت كتير مننا وهتواجه كتير مننا في المستقبل في مرحلة من المراحل، وهي كتر التفكير أو ضرب الأخماس في الأسداس عن لو قدامك خطوة معينة أو مرحلة عايز تعمل فيها حاجة، ولكن وضعك الحالي ومستواك ما يسمحلكش بالحاجة دي. يعني خلينا نبسط، لو قلنا مثلا إنك عايز تفتح مشروع، أو عايز تجيب درجة عالية في امتحانات، أو عايز تجيب تقدير في كلية، عايز تشتغل، عايز تتجوز، ولكن وضعك مش مناسب للتفكير ده، فعمال تقول هعملها ازاي هعملها ازاي، وبتضرب أخماس في أسداس بجد. وهنا خليني أقولك على حاجة نتيجة لدعبسة كتير في الموضوع ده، فكرة أو مبدأ رزق الخطوة. رزق الخطوة ده نقدر نقول الرزق اللي هيجيلك لما تبدأ فعلا في الخطوة ناحية الحاجة اللي عايز تعملها. لو جينا نقول مثلا إنك عايز تفتح مشروع، ولكن مش معاك سيولة تكفي حاجة زي كده، فعمال تقول هعملها ازاي هعملها ازاي، وتضرب أخماس في أسداس زي ما بنقول. الفكرة هنا إنه ما ينفعش إنك تنتظر إن يكون معاك الفلوس والفلوس تتوقع إنها هتجيلك قبل ما تعمل حاجة، لأن قلوب بني آدم متقلبة. يعني إيه؟ يعني ممكن يجيلك فلوس علشان خطوة معينة، ولكن الفلوس دي تروح فيما لا يناسب، أو في مكان غير صحيح، أو بقرار خاطئ تروح في حتة مختلفة، أو الأولويات تتغير مثلا، حاجة زي كده. وهنا يجي فكرة رزق الخطوة. رزق الخطوة هو الرزق اللي هيجيلك لما تتحرك فعلا في الخطوة دي. رزق الخطوة إن ربنا هيعينك طالما أنت فعلا اتحركت في اتجاه الحاجة اللي عايز تعملها، مش مجرد النية والعزم وانت قاعد في مكانك. لازم تعرف كويس قوي ان الرزق المرتبط بالحركة بتاعتك هيجي بعد ما تتحركها، مش هيجي قبل ما تتحرك. يعني ما ينفعش تكون عايز تعمل مشروع وتنتظر ان الفلوس هي اللي تيجي الاول، لان ممكن الفلوس دي تصرف في حاجة تانية، اولوياتك تتغير او تفكر في حاجة مختلفة وهكذا. ولكن انت لما تتحرك في الموضوع ربنا هيمهد لك وهيقويك على الموضوع اللي بدأت تتحرك فيه فعلا، مش مجرد بالنية ولكن بالحركة. هو ده الميثاق، هو ده امضتك في سعيك تجاه الحاجة دي، اللي هو تصديقا لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني انت لو عايز مثلا تفتح مشروع، فنزلت وبدأت تتحرك تسأل على الأماكن اللي تقدر تاخد فيها مثلا محل، تسأل على الإيجار، تسأل على البضاعة تيجي منين، الخدمات الناس محتاجة إيه، تعمل دراسة جدوى قوية وكويسة، فوقتها أنت فعلا بتسعى في الاتجاه ده. أو لو أنت عايز تجيب درجة عالية في الامتحان ومش عاجبك وضعك الحالي مثلا، أو شايف إنك مهمل وهعملها إزاي، فتبدأ إنك تركز في مذاكرتك وتبدأ إنك تستجمع أفكارك وتعيد ترتيب دماغك وطريقة تفكيرك علشان تذاكر كويس وتنتبه وتعمل تحصيل كبير، فوقتها هتلاقي مستواك بيتطور. لو انت عايز تشتغل بس مش لاقي شغل، فبدأت تدور على أماكن مناسبة، بدأت تشتغل على تنمية مهاراتك، بدأت تاخد كورسات، بدأت تشتغل على المهارات اللازمة في سوق العمل، فوقتها يتفتح لك المسار. أو لو انت عايز تتجوز برضو وبدأت بالفعل انك تاخد خطوات في الاتجاه ده، فبالتالي ما تبصش للموضوع بالمقلوب انك عايز يكون معاك علشان تعمل. لا، انت المفروض تتحرك في انك تعمل، فربنا هيجيب لك وهيكون معاك علشان يقويك انك تعمل. فرق كبير جدا 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 في التفكير في تبديل المصطلحين دول. فلازم تاخد بالك انك محتاج تسعى وتعمل برزق الخطوة علشان ربنا يرزقك للخطوة فعلا.